بمعاقبة القذافي فراج عبد المعطي بالإعدام شوطاً. قصة سفاح الجيزة، هل هي قصة حقيقية ولا قصة من وحي الخيال زي يومنا الغولة وأبو رجل مسلوخة والقصص اللي كانت بتتحكي عشان نخوف بيها الأطفال؟ تعالوا نعرف قصة سفاح الجيزة الحقيقية ونعرف الفرق بين القصة دي والمسلسل. قصة سفاح الجيزة هي قصة شاب اسمه قذافي فراج عبد العاطي، خريج كلية حقوق، بس ما كانش محامي عشان ما اشتغلش في المحاماة، واشتغل في التجارة والأعمال الحرة، وكان عنده مصنع ومحلات للعب الأطفال. كان قذافي عنده صديق اسمه رضا، كان مهندس في السعودية، وكان بيبعت لقذافي فلوس عشان يشغلهم معاه، بسبب إن القذافي كان ليه شخصيتين، شخصية محترمة ومحبوبة وشخصية تانية طماعة وخبيثة، وبيكره كل اللي حواليه، مش بيحب غير نفسه وبس. المهم قذافي أقنع صاحبه رضا يعمل له توكيل عام بكل ممتلكاته، وهنا قذافي يعتبر بقى معاه كل حاجة تخص رضا. بس رضا كان هينزل مصر عشان يستقر، فطلب من قذافي يجمع له أملاكه، وهنا بدأ قذافي يخطط لقتله، وبالفعل قتله ودفنه في البيت عنده، ومن تليفونه بعت لعيلة رضا إن الحكومة قبضت عليه، وكانت أول جريمة ليه في سنة 2015. وبعد كده قتل زوجته بسبب مبلغ 400 ألف جنيه كانت خدتهم منه عشان ما يتجوزش عليها، وبرضه دفنها في البيت عنده. بس الغريب إن هو دفنها بالذهب بتاعها، وقال في التحقيق إن الفلوس ملهاش قيمة عنده، مع إن اللي كان واضح غير كده، وده اللي كان مخلي شخصيته غريبة ومضطربة. ده غير إنه قتل أخت مراته نادين اللي كانت واقفة في طريقه وكانت منع جوازه من أختها، وبرضه دفنها عنده في الشقة في نفس الغرفة مع صاحبه رضا وزوجته. أصل قذافي كان متجوز 5، وده اللي اتعرف، ممكن يكون في غيرهم. المهم إن هو أقنع أهلها إن بنتهم على علاقة بمخرج سينمائي، وإن هي هربت معاه عشان ينتج ليها فيلم، وبعد كده سافر اسكندرية وقتل بنت اسمها ياسمين بعد ما نصب عليها هو وخطيبها، وقتلوا ودفنوا في مخزن في العصفرة. ودي كانت أشهر جرائم لسفاح الجيزة، ممكن يكون في تاني كتير ومحدش يعرفهم. والغريب إن هو اتقبض عليه وهو بيسرق أبو مراته ال5 اللي كان عنده محل ذهب، بعد ما ظهر في كاميرات المراقبة وتم القبض عليه منتحل شخصية رضا. فلما اتحبس عيلة رضا الحقيقية عرفت إن ابنهم اتحبس، فلما راحوا يطمنوا عليه لقوا إن ده صاحبه قذافي مش رضا ابنهم، ولما اتضغط عليه في التحقيقات اعترف بالحقيقة كلها. ولو بصينا على الأحداث هتلاقي إن قصة المسلسل قريبة جدا، بس لازم المسلسل يكون فيها الطابع الدرامي اللي يخدم العمل. وخلينا نوضح إن الفنان أحمد فهمي قدر يقدم أداء عالي جدا في أول حلقتين نزلوا، وشكل فريق العمل هيقدم لنا أداء عالي جدا. وهنا نكون وضحنا حكاية قذافي سفاح الجيزة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة.